أهلا بيكم في حلقة جديدة هنا على قناة قعدة سيما. منافسة رمضان 2024 هي منافسة قوية قوي، في فنانين كتير هيرجعوا تاني يقدموا مسلسلات بعد ما غابوا عننا في رمضان اللي فات. وفي حلقة النهاردة هنقول لكم عن قائمة رسمية 100% لمسلسلات رمضان 2024 الموسم القوي جدا. اعمل لنا لايك للفيديو ده واشترك في القناة عشان كل جديد يجيلك عن موسم رمضان 2024 أول بأول. 4-7 تاني مرة. أكشن! المسلسل الأول معانا هو مسلسل الحشاشين، وهو هيكون من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عيد، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف عبد الرحيم كمال. وتاني مسلسل في قائمتنا النهارده هو مسلسل نعمة الأفوكاتو، واللي هيكون من بطولة مي عمر ومن إخراج محمد سامي. وعدد حلقات المسلسل ده هتكون 15 حلقة بس، وهيتعرض في الموسم الرمضاني 2024. المسلسل الثالث معانا النهارده هو مسلسل ألف ليلة وليلة، وهو من بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس. والمسلسل هيدور في زمن مختلف عن زماننا ده، وكان عملها قبل كده ياسر جلال في مسلسل الفتوة. والمسلسل من إخراج إسلام خيري ومن تأليف أنور عبد المغيث. ومن المتوقع أن المسلسل هيكون عدد حلقاته 15 حلقة بس. المسلسل الرابع معانا في حلقة النهاردة هو مسلسل كبرى، وهو من بطولة محمد إمام. ولحد دلوقتي ما ظهرش مين فريق العمل اللي هيكون في المسلسل ده، ولكن المسلسل هيكون من إخراج المخرج أحمد شفيق ومن تأليف أحمد أبو زيد، وهينتمي للون الشعبي. ومحمد إمام بيوعد الجمهور إن هو هيقدم دور أول مرة يقدمه في المسلسل ده. المسلسل الخامس معانا هو مسلسل الراكون، وهو من بطولة يوسف الشريف. والمسلسل هيكون من إخراج مندو العدل ومن تأليف إنجي علاء. وقال مندو العدل إن المسلسل فيه مفاجآت كتير جدا ومثيرة جدا في القصة بتاعته، وقال كمان إن هو هيكون مسلسل اجتماعي، ومرضاش يصرح أي تصريحات تانية عن قصة المسلسل. المسلسل السادس معانا هو مسلسل لنيلي كريم وشريف سلامة، ولحد دلوقتي لسه مفيش استقرار على اسم المسلسل ده. والمسلسل هيكون كوميدي، وده اللي وعدت بيه نيلي كريم في خلال لقاء تلفزيوني ليها. المسلسل السابع معانا هو مسلسل إمبراطورية ميم، وهو من بطولة خالد النبوي، وبيرجع بيه تاني بعد مسلسل رسالة الإمام اللي كان في رمضان 2023. والمسلسل هو رواية للمؤلف الكبير إحسان عبد القدوس، ولسه المسلسل ما ظهرش ليه أي تفاصيل تانية إلى إنه بشكل رسمي معانا في رمضان 2024. المسلسل الثامن معانا النهاردة هو مسلسل شغل فنادق، وهو من بطولة روبي وعمرو يوسف. والمسلسل هو هيكون من إخراج محمد سامي برضو، ولسه مفيش أي تفاصيل كتيرة عن المسلسل ده، ولكن جاري التعاقد مع باقي فريق عمل المسلسل، وهيبدأوا التصوير خلال الأيام اللي جاية دي. المسلسل التاسع معانا هو مسلسل من بطولة أكرم حسني بشكل رسمي معانا في رمضان 2024، وده بعد ظهور أكرم حسني مع الإعلامي معتز الدمرداش، وقال إن في مفاجأة كبيرة جدا للمشاهدين في رمضان 2024، ومحبش إن هو يقول أي تصريحات زيادة عن مسلسله الجديد اللي هيتعرض في رمضان اللي جاي. والمسلسل العاشر معانا هو مسلسل كامل العدد الجزء الثاني، والمسلسل من بطولة دينا الشربيني، وهيكمل المسلسل أحداث الجزء الأول منه، وهيكون من إخراج خالد الحلفاوي ومن تأليف يسر طاهر. والمسلسل رقم 11 معانا النهارده هو مسلسل سيدي مكين، وهو هيكون من بطولة عمرو سعد. والمسلسل ده هيكون من إخراج أحمد خالد موسى. والمسلسل ده من المتوقع ان عدد حلقاته هتكون 15 حلقة بس برضه. في طبعا فنانين تانيين لسه ما استقروش ان هم هيخوضوا السباق الرمضاني ده او لا، زي محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني اللي عملنا له حلقة هنا على قناة قعدة سيما بالتفصيل، وكمان ياسمين عبد العزيز اللي لسه ما استقرتش على مسلسل تقدمه في رمضان 2024. وطبعا المرة دي المسلسل هيكون من بطولتها لوحدها، مش معاها أحمد العوضي، وكمان أحمد أمين اللي اتأجل له مسلسل قصة المدينة اللي كان المفروض هيخوض بيه السباق الرمضاني 2024، وده بعد اعتذار المخرجة كاملة أبو ذكري عن المسلسل. ولحد دلوقتي مصير المسلسل ده بقى مجهول. وكمان مسلسل رمضان كريم الجزء الثالث، بعد تصريح محمد لطفي ان في جزء ثالث للمسلسل ده، لسه برضه مصير المسلسل ده مازال مش معلوم لحد دلوقتي. وطبعا مقلب رامز جلال اللي معانا كل سنة، ولكن لحد دلوقتي غير مؤكد ان رامز جلال هيكرر تجربة المقالب دي تاني او لا. واي تفاصيل جديدة هتظهر هنعمل لكم عنها حلقة هنا على قناتكم قعدة سيما. ما تنساش لو وصلت لحد هنا تعمل لنا لايك للفيديو وتشترك في القناة. ودلوقتي بقى سلام.